ايه يا حبيبي؟ لميت كله؟ املى اللي بعدها ونزل ديت على الارض برضه عشان تتملي، ولم الاربع عيون اللي هناك قدامك دول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيه طيبه على حبايبنا رجالتنا الناس المحترمه، كل اللي بيشوفونا وكل مشتركين القناه. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. حبايبي واخواتي واصحابي اللي بحبهم وغاليين على قلبي، يوم جديد وحلقه جديده، ودي يا جماعه قناتنا الجديده اللي بننشر عليها يوميا كل يوم فيديو. يا رب الحلقات يكون فيها افاده ولو جزء بسيط. حبايبي رجاله، النهارده هوضح لك كده وبشكل بسيط جدا الفرق بين الذكر والنتايه. انت لو بتشوفني دلوقتي هتقول لي يا عم انت لسه هتقول بقى الذكر والنتايه، ما احنا عارفينه ومش عارف ايه. يا جماعه احنا يوميا بيخش الغيه ناس معانا جديده، وفي ناس قديمه بتبقى معانا موجوده وللاسف عندها مفاهيم خاطئه عن الحمام ومفاهيم خاطئه عن الذكر والنتايه وازاي الجواز وازاي الكلام ده كله، لمجرد ان هو سمع من حد مش موثوق فيه معلومه وخلاص. هي بتفضل راسخه في دماغه وفي دماغه ان اللي سمع منه ده يعني حد تمام جدا، لحد ما بيكتشف العكس من خلال الخبره والتعامل مع الحمام ومعاشره الحمام. تمام؟ بس قبل ما اتكلم في حلقه النهارده رجاله، انا ليا تعقيب بسيط كده على حاجات انا بشوفها للاسف. يعني انا مش عارف ده بقى حال الغيه ولا هي خلاص، يعني هي غيه الحمام مرتبطه بالكلام ده ولا ايه بالظبط. دايما وانا بقلب على الفيسبوك كده الاقي بتوع السلكات عمالين يهاجموا بعض ويشتموا في بعض. لازم في فريق منتصر على فريق، لازم انا اكون بفهم عنك. تلاقي بتوع النش يفضلوا يهاجموا في بعض، انا لازم انا اللي اكون موجود لوحدي في المنطقه. ما ينفعش ان انت تنش وانا نش، ما ينفعش ان انت تتبسط وانا اتبسط. لازم تسمع بقى الكلام هذبحك وانا الدباح وانا القتال وانا اللي مش عارف ايه وانا الكلام ده كله. ده بالنسبه لغايه النش. وبتوع السلكات لما بتاع النش يجي يتكلم مثلا في حمام ولا حاجه يقول له ده انت اخرك نش، يعني بيقلل من شأن النش. مع ان النش ده يعني في الاساس اصلا فكره السلكه دي فكره مستحدثه، هو الحمام كله زمان كان بيتنش. فبتوع النش دول ناس محترمه جدا 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 وعلى دماغنا من فوق. بتوع السلكات انا دايما ببقى حابب ان انا اوصل لك ان انا احسن منك وعندي حمام احسن منك وتعالى عليك ومش عارف ايه. ولما تحط فرد حمام دايما بيبقى فيه تهكم على فرد الحمام وان انا خايل او اتريق عليه او الكلام ده كله. يا جماعه ما ينفعش او ما يصحش او لا يجوز باي حال من الاحوال ان احنا نقلل من شؤون بعض. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الفيسبوك واليوتيوب والتيك توك والكلام ده كله دي منصات مفتوحه لجميع انحاء العالم. يعني اي حد ممكن من اي دوله تانية يشوفك، يرضيكوا شكلنا يبقى كده قدام الناس بره. يعني يرضيكوا مثلا يقعدوا يقولوا ان هم ده بيشتموا ببعض، ده بيغلطوا ببعض، ده بيحبوش بعض، الكلام ده كله. قولي لي مثلا بنشوف الكلام ده فين في اي دوله، في المغرب ولا السعوديه ولا الكلام ده كله؟ اراهنك لو لقيتوا الناس دي هناك كده بتهاجم بعض بالشكل اللي احنا بنهاجم بعض فيه ده. يا ريت يا جماعه، يعني يا ريت بالله عليكم نحب بعض. يا عم انا مثلا ضعيف في باب معين، ادعمني شجعني، قول لي تعالى بدل انت بتحب مثلا السكروتات واللي عندك المستوى مش قد كده، تعالى يا عم اديك ذكر من عندي تفرقه. ماشي؟ بتحب مثلا القشر بنادق وبتاع وواحد جنبك حريف وبتاع، بدل ما يتعالى عليك ويتكبر عليك خد يا عم ذكر افرخه. ماشي؟ مفيش مشكله ان احنا نساعد بعض. المساعده لبعض ديت في الاخر هترتقي بالغيه. جنبك واحد بينش وانا بنش، سيبه. لما تلاقيه مطلع زغاليل شجعه، اقول له انا مبسوط ان انت بتنش جنبي، مش هطلع افضل ارضيه واقول لازم اقصقص ريش واعمل وبتاع. طالع انت بالدكوره بتشمسهم الصبح، ما تطلعش تقرف فيا لو انت حمامك جاهز قبلي. كل الكلام ده رجاله مهم جدا. كل الكلام ده ممكن يخلي ناس تخرج من الغيه، والغيه اعدادها تقل بسبب حاجات خايبه قوي، بسبب حاجات بسيطه مش لظروف معينه. فاحنا لا، احنا عايزين لو افترضنا ان احنا مثلا مليون بيربوا حمام في مصر، عايزين المليون يبقوا مليون وربع، مليون ونص و2 مليون. مش عايزين نقلل عددهم. احنا بتصرفاتنا مع بعض ديت تلاقي حد يقول لك ايه، والله انا قرفت من معاملات الناس، انا كرهت الغيه بسبب معاملات الناس، بسبب النصب والضحك ومش عارف ايه على الحمام والكلام ده كله. عايزين يا جماعه نرتقي باخلاقنا. يعني انا طبعا مش هغير الكون، بس انا بعمل اللي عليا عشان ابقى راضي ضميري. اقسم بالله العظيم، يعني اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. انا نفسي يبقى احوالنا احسن من كده. دايما بلاقي حتى كومنتات وبوستات ان انا البطل وانا اللي محدش زيي، وانا لو مش عارف محدش يقدر يهاجمني، وانا اللي محدش يقدر يتكلم معايا، والتاني حاسس ان كله بيغل منه، والتالت حاسس ان كله باصص له في حمامه.
يا جماعه مفيش كده، مفيش حد فاضل حد اصلا. بلاش نظريات المؤامره اللي بتبقى مسيطره على كل حد فينا دي، وربنا يهدي الجميع. والله كان كلمتين اقول ايه بس محشورين في زوري، كان نفسي اقولهم لوجه الله، اقسم بالله ما عايز حاجه. طيب تعالوا بقى يا رجاله نخش في حلقه النهارده عشان الحلقه ما تبقاش كلها كلام في الفاضي. الاول طبعا هنصب على الحاج زيزو اللي طالع معاه النهارده وتعبان، والله الراجل عنده برد. تعالى يا زيزو تعالى، خلاص ما تعملش اي حاجه، انت مليت القرار الرابعه. بس النار طب تعالى نصبح على الناس الاول. ازيك يا سلام، عامل ايه؟ حبيبي يا زيزو اخبارك انت ايه؟ الف سلامه عليك يا جميل. عندك برد؟ اه لا هيروح ما تقلقش ما تخافش. يلا اقعد على الكرسي اهو افتح، حتى لو عايز تيجي تقعد جنبي هنا تسمع الحلقه ماشي، لو عايز تقعد على الكرسي اللي هناك دوت لحد ما نخلص ننزل ماشي. عايز تقعد على الكرسي الملك اللي هناك ده ماشي، انا امبارح عامل الحلقه عليه. شوفوا يا شباب، حته الذكر والنتايه انا النهارده هقول لك مفهوم جديد، لان احنا شفنا حاجات كتير كلام فارغ. يعني مثلا انا اقسم بالله العظيم شفت ناس ماسكه مسمار كده، مثلا هستاذنك هات لي مسمار كده من هنا كده، مسمار اي مسمار. شفت ناس رابطه فتله في مسمار، جبت مسمار ماشي، هات لي فتله بقى كده استاذنك، اي فتله اي فتله. بصوا يا جماعه اقسم بالله العظيم انا شفت ناس رابطه فتله في مسمار والمنظر ده كده بالظبط. اي فتله يا زيزو، بص ممكن فتله من ديت تقطع لي منها فتله رفيعه بس واحده منها، يعني اقطع لي فتله واحده، خرج منها كده فتله واقطع لي منها فتله. نشرح للناس ازاي. في الفتره الاخيره يا رجاله طبعا يعني طولها شويه بقى، حاول تطولها شويه. في الفتره الاخيره طبعا النت واليوتيوب والحاجات دي كلها متاحه لاي حد، فمن حق اي حد ان هو يطلع يقول له عايزه، وانت من حقك ان انت تحكم وتعقل الكلام، هل الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط. ماشي. في الفتره الاخيره مثلا من ضمن الحاجات اللي الواحد شافها اللي تضحك قوي، يلا زيكو ده اجيلك اي حاجه يا سيدي اهي، اي فكره. بصوا يا جماعه، تلاقي مثلا في الفتره الاخيره حد مثلا طالع كده وجايب ما شاء الله مشاهدات كويسه جدا وبتاع، وحد تالت يقلده وحد رابع يقلده. هو كل اللي هو عامله ان هو طالع بمسمار كده ماشي، ويقول لك انا هميز لك بين الذكر والنتايه بمسمار ماشي. مع احترامي للناس كلها، يعني مع احترامي حتى للناس اللي بتعمل حلقات بالشكل ده، والحمام بيضت 4 بيضات وبص الحمام عمل ايه غريب والكلام ده كله، يعني وماله. هو مثلا اي نوع من انواع المشاهدات عشان يجيب له رزق او يجيب له فلوس او الكلام ده كله. بس لما تيجي تسالني بقى على محتوى، لا ده بيقدمش، انا اسف، محتوى. تلاقيه يقول لك مثلا ايه والله حتى انا ما انا فاكر هو كان بيعمل ازاي. هو بيحط المسمار كده ويقول لك لو المسمار مشي كده بالطول وبالعرض كده مش عارف يبقى ذكر، لو المسمار مشي بكده وكده يبقى انتايه وايدي ثابته. طيب اللي في ايدي ده ما شاء الله ولد، يعني ولد بيصم، واقول لك دلوقتي انا عرفت ان هو ولد ازاي من غير ما اكون حريف في الحمام ولا حاجه. بصوا يا شباب، لو احنا افترضنا ان المسمار ده طريقه صحيحه مثلا، يبقى المفروض المسمار ده يمشي كده لقدام واللي قدام والورا وكده يبقى ذكر. طيب انا ممكن اخلي الفرد ده اللي في ايدي ده نتايه. بصوا يا رجاله، اخليه مثلا يمشي شمال ويمين العكس اهوت زي ما هو قال العكس. طبعا يعني ده كلام مش منطقي، لا يمكن، ده كلام في الفاضي ده يعني حتى الطفل الصغير بيقول لك ده كلام في الفاضي. طيب الحاجات دي كلها زي مثلا حد تاني برضه يطلع يقول لك ايه ادي مثلا طريقه من طرق الهبل. والله يعني انا بعتبرها من طرق الهبل اللي الناس بتعملها علشان تضحك بيها على عقول الناس المبتدئه ماشي. حد مثلا تاني يجي مثلا ويقول لك ايه ذكر وانتايه هنعرفه ازاي، مش عارف هنمسك صابع الفرد كده ونحطهم جنب بعض كده، يعني مثلا ده فرد حمام اهو، هنحطهم جنب بعض كده، لو طلع مش عارف نظبط بس التليفون تمام كده، لو طلع مثلا يا شباب بيبقى الصابعين دول لو طلع واحد اطول من واحد مش عارف يبقى ذكر، لو طلع الاثنين يبقوا انتايه. ده برضه ده يعني كلام برضه في الفاضي، ده كلام في الفاضي، ده كلام والله جميل يا مازن، كلمتك جميله جدا، ده كلام برضه يا رجاله في الفاضي. طيب اتعلمنا من صغرنا ان فرد الحمام التفرقه بينه وبين الذكر والنتايه بالمعاشره، بتعاشر فرد الحمام. في حاجات بسيطه كده هقول لك عليها دلوقتي سريعا تقدر تميز بين فرد الحمام الذكر والنتايه. بس ليا معاك الاول كلمتين مهمين جدا. هو لما يبقى فرد حمام زغلول او شاب، هو انت ليه بيبقى شغلك حته ذكر ولا نتايه؟ يعني انا مثلا على سبيل المثال اقسم بالله العظيم
دي نتايه استراليا سحنه طايره عندي لحد مصمت فوق ذكر، طاير ذكر، يعني هي بتنشف في الصمايه يا شباب. انا شايفها ان هي طايره ذكر، هي راجل ووشها خشن وبتاع وعظمها تقيل من قدام والكلام ده كله. لما كبرت وصمت بقول وصمت حبيبي يا زيزو، حبيبي يا اسطى لما كبرت وصمت يا شباب لقيتها اقسم بالله العظيم زافت. يعني احنا دايما نقول عن النتايه ان هي زافت، والذكر يقول لك ذكر شهر. يعني معنى كلامي من الاخر ان لما فرد الحمام يكبر اقسم بالله العظيم قدامك كده زي الشمس اللي طالعه دي دلوقتي هيقول لك انا ذكر، والتاني هيقول لك انا نتايه، باين جدا. اقسم بالله العظيم يا شباب النتايه دي هتقف في الباب ده ماشي، هي طبعا زي فبص الذكر، خد بالك بقى، خد بالك الذكر ده اتجوزها دلوقتي، الذكر ده ايه اتجوزها. يبقى انا اكتشفت دلوقتي ان ده خلاص نتايه 100%، فنزلتها فحطيتها، فهي من نفسها كشفت لي ده اللي انا مش عارف هو ذكر ولا نتايه، مش عارف ايه يا وليد ده انت بتقعد في الفيديوهات تقول لي انا بربي بقالي 30 وحاجه و30 وبتاع. ايوه يا جماعه الحمام مش باين، الحمام بالمعاشر، الحمام مفيش ثوابت زي العصافير مثلا يقول لك الكير بتاعها ازرق والكير بتاعها بني فده ذكر وده انتهى الموضوع خلصان ومنتهي. لا الحمام بالمعاشره. يعني ممكن فرد حمام يبقى مسمسم قوي وملامحه تقول ان هو نتايه وفي الاخر يطلع ذكر، والعكس فرد حمام ناعم وبتاع وتكونه بيقول ان هو نتايه وفي الاخر يطلع العكس، يطلع ذكر او يطلع نتايه ماشي. خلاصه الكلام ذكر ونتايه بتبان من شكل الفرد. يعني الفرد ده دلوقتي تحس ان هو فيه شهامه، فيه رجوله، ذكر طلع له شنب يعني راجل ماشي. لما اجي افتح ريشته كده الاقي ريشته عريضه عن الفرد حمام اللي انا هوريه لكم ده. بص يا رجاله طرف الريشه كده تحس ان هو طرف الريشه عريضه، ده حاجه ثانيه تقول ان هو ذكر ماشي. لما اجي امسك نتايه مثلا واميز بينها وبينه، تعال بقى نمسك نتايه بقى متاكدين ان هي نتايه ماشي. بصوا يا شباب لما اجي افتح كده ريشتها كده، خدت بالك من عرض الريشه؟ شوف بقى عرض الريشه هنا من فوق كده تحس ان هو ارفع شويه من الذكر، ارفع بقول لك شويه يعني جزء كده ماشي. من خلال الخبره بقى ومعاشره الحمام والكلام ده كله اقدر اميز من الذكر والنتايه. اما اننا نخش في تخمين وافضل امسك الفرد واعمل كده وبتاع، من واقع خبرتك ومعاشرتك للحمام هتعرف. يعني انا ساعات مثلا لما يبقى العيش لسه في المعدن كده اقول له احمد ده الذكر وده النتايه. ايه ليه الذكر جرم شويه، الذكر دماغه فايره شويه، الذكر عظمه اتقل من النتايه، اي حاجه خلقها ربنا يا رجاله الذكر بيبقى احلى من النتايه فيما عدا الانسان. يعني الانسان الحاجه الوحيده اللي الانثى اجمل من الذكر. غير كده في الطيور في الحيوانات بتاع تلاقي الذكر اجمل بالنتايه في اي نوع من الانواع اللي خلقها ربنا. عشان كده دايما في الحمام تكوين الذكور افضل من تكوين الاناث. يعني انا لما امسك فرد انا اول حاجه بعملها فيه ان انا بشوف شكله واشوف اخوه، يبان اكتر رجاله لو في ايد اخوه، يبان اكتر لو معايا فرد من نفس الفصيل ماشي. انت لو جاي تشتري مني فرد هم دول اللي كانوا في التراب. لا يا حبيبي ده حمام جدا يا شريف. لما تيجي مثلا انت تشتري مني، لو انا نزلت لك السحنه ديت وشفتها وقلت لك ذكر شكلها ذكر، اقسم بالله العظيم لو انت متربي بقالك 20 و30 سنه بتعرف ان هي نتايه. امال انا اعرفها منين يا وليد ان هي نتايه؟ ما انا قلت لك انا معاشرها وهي زغلوله وطالعه عندي. فعشان خاطري بالله عليك بلاش ترهق نفسك ذهنيا بحته ذكر ولا نتايه. هو لما يكبر وخلاص يشتد عوده ويبقى ذكر بالغ او انثى بالغه صدقني هيبان زي ما دي بانت واخونا ده بان. طيب تعالوا بقى نمسك فرد حمام تاني، ده ذكر ولا نتايه؟ قول يا زيزو. ده ذكر. شوف انت عملت كده وقلقلت ازاي؟ لان احتمال يطلع ذكر واحتمال يطلع نتايه ماشي. طب اقول لك على مفاجاه يا مازن. اقول لك ليه كمان؟ قول يا باشا ليه؟ عشان شفت طب اقول لكم على مفاجاه، اقسم بالله العظيم انا بربي ما يتخطى الحاجه و30 سنه انا ما عارف ده ذكر ولا نتايه. ليه؟ ممكن يخدعني، ممكن يا مازن يبقى باين اول ان هو ذكر ويطلع في الاخر نتايه. يعني انا من وجهه نظري انا شايف ان هو يطلع نتايه. احمد هو اللي هيقول لك. لا ولا بص ولا احمد ولا اي حد، هو الحمام ممكن يخدعك ويضحك عليك لما بيكبر يبان اذا كان ذكر ولا نتايه. يعني ده دلوقتي لسه لا جعر ولا زاف ماشي اهو يا عم هفضل سايب. طيب تعالى مثلا لفرد تاني لحد ما نشوف. دي مثلا سودا بنت قطاطه. شوف انا قلت ايه سودا ليه؟ هي باينه خلاص ان هي نتايه، باينه شكلها لان انا عارف شكلهم بيطلعوا ازاي اهي ماشي. مش هتخدعني مش هتضحك عليا. يبقى معنى كلامك يا وليد ان في حمام
ممكن يبقى باين عليه قوي ان هو ذكر ولا انتايه، وفي حمام تاني يخدعك. خلاصه القول عشان ما نطولش في النقطه ديت، اصبر على فرد الحمام اللي انت مش عارف هو ذكر ولا انتايه. وفي نقطه مهمه جدا، اخر نقطه هقفل بيها الحلقه، اوعى. ايه يا زيزو؟ عرفت ده. ايه ايه يا حبيبي؟ انتهي. شفت اديك قلت لي ذكر ورجعت قلت لي انتايه. لا طبعا هو بيلعبوا. اخر نقطه رجاله هقولها واكد عليها جدا وسبتها في الاخر، ان اوعى تبيع فرد حمام انت مش متاكد منه هو ذكر ولا انتايه. انت ممكن تبيعه ذكر وتبقى انت في اشد الاحتياج لانتايه وتبيعه، وممكن تبيعه انتايه تبقى في اشد الاحتياج لذكر ويكون ذكر. فحذاري، اوعى تبيع فرد حمام انت ما تكونش عارف هويته ايه بالظبط، وده عادي جدا مفيش مشكله. اي حد فينا بيتلخبط في الذكر والنتايه. دي كانت حلقه النهارده يا رجاله، رب الحلقه تكون عجبتكم. كان معكم الشباب في الوليد عبد الرحمن والحاج مازن طبعا حبيبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.